بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ عاملين ايه في التلج اللي احنا فيه ده؟ والله متلجين والشتا مش عارفين نطلع من البيت. النهارده بقى هنعمل شويه فلافل بفول اخضر. كان عندي فول اخضر هعمل بيه شويه فلافل نتدفى كده وناكل الفلافل سخنه واحنا قاعدين. عندي فول اخضر انا جايباه مفصصاه، مقشره ومفصصاه وشايله القشره اللي على الفول نفسه اهو. شايفين ازاي؟ اهو شايفين اهو ماشي. ولا هتبلي ولا هتعملي، والله واطعم واحلى فلافل تعملوها من بالفول الاخضر. ممكن تخزني الفول الاخضر دلوقتي اليومين دول كتير، ويا سلام لو تطبخوا شويه طبيخ فول اخضر. ان شاء الله هطبخ لكم طبيخ فول اخضر. ممكن الفول الاخضر اليومين دول كتير، ممكن تخزني شويه رمضان. اوفر من الفول الناشف كمان، لان ربع الفول الناشف بقى قد كده او الكيلو بقى قد كده. فيلا بينا. معايا الاول حوالي كيلو فول مقشراه ومنضفاه ومغسول، ومعايا لقمة عيش صغيرة كده بلاها. ماشي. العيش بيمسك الفلافلاية وبيخلي قلبها ايه، اهش وخفيف من جوه. وقرن فلفل حامي. معايا هنا بقى ايه، كزبرة، شبت، توم، حبة توم حلوين، بصلاية، وكرات. ممكن ما احطش الكرات كله، ربطة كرات هي. ومعايا بقى البهارات، رشة فلفل اسمر صغيرة، كمون، ملح، شطة ناشفة، حبة سكر صغيرين، بيكنج باودر، ويعني مش مكعب مرق دجاج، ربع كده المكعب بيديها نفس وطعم حلو. احنا بنحلي اكلنا بايدينا. طبعا انا هخرط البصل، وانا هنزل كله في الكبة او في الخلاط. ديت سهلة ان هي تتعمل في الخلاط عشان هو فول اصلا طري مش ناشف. بس انا عشان في كبة هعملها في الكبة. وادي قرن الفلفل، وادي طبعا انا مش حاطه شبت وكزبره كتير، انا بخرط كله كده وهقلب كله على بعضه وانزل في الكبه شويه بشويه. وادي التوم بتاعي، وادي ممكن ماخدش الكرات كله. انا كده كده انا بقطع كده تقطيع كبير، كله هينزل في الكبه وهيتفرم على بعض. حاجه واسعه شويه اهو. لسه البهارات، بفضل البهارات كمان عشان اقلب كله مع بعض. هاخد بقى شويه بشويه وانزل في الكبه. يبقى عندي خلاط اللي متوفر عندك. احنا ديت اسمها فلافل التوفير. بكيلو فول اخضر هتعملي كميه فلافل حلوه اوفر من الفول الناشف، والله واطعم. والله جربوها، بتبقى اطعم من الفول الناشف كمان. اخد شويه الحاجات دول، حطيت في الكبه، هبتدي افرم فيها في ثواني يعني ما شاء الله. وفي الخلاط كمان هتبقى جميله. فرمنا وخلصنا. بصوا انا عملت في الكبه شويه وعملت في الخلاط شويه، اللي هو بيت مشغله الاتنين عشان اخلص. اللي فرمتها في الخلاط انعم من بتاعه الكبه كمان. شايفين؟ تعالوا بقى نهدي كده. شايفين لونها عامل ازاي؟ هي دي فلافل الفول الاخضر، والله طعمها جربوها بس كده. الفول الاخضر كتير اليومين دول اهي. شايفينها عامله ازاي؟ وناعمه وجميله، مش يعني محببه الفول المحبب فيها، لا، اصلا الفول طري. واما عملتها في الخلاط كانت انعم من بتاعه الكبه كمان. هنروح بقى على الطاسه نقلي شويه عشان نتغدى. سامعين صوت الشتا؟ طبعا الزيت سخن. يلا بقى، يلا بينا. بسم الله. اهي
طبعا المفروض كان لها سمسم، بس بصراحة انا ما عنديش سمسم. شايفين جمال العجينة عاملة ازاي؟ ولا محتاجة اي حاجة، ما حطيت لها شوية ملح بس، ولا اكتر من كده، لان احنا مش بنحط لها الملح كله، ده بنسيب شوية ملح عشان هي بتخش الفريزر. شايفين والله ريحتها ايه؟ ريحتها جميلة جميلة. الجو بيشتي على اخره، شتا ايه. بشوية فول صغيرين، احنا ممكن نجيب الفول ده وناكله اخضر كده، بس احنا ايه، نعمل شوية فلافل حلوين كده. انا مش شايفين الجمال؟ شايفين الكمية اللي معايا قد ايه؟ انا ببل ايدي بس مية كده اهي عشان ايه، ولو ان هي مش محتاجة حاجة والله، ده العجينة بسم الله ما شاء الله. انا حطيت لها حبة مية صغيرين وانا بضربها عشان تمشي في الكبة او في الخلاط. ابسط حاجة وابسط واسرع حاجة ممكن تعمليها في البيت. والفول اليومين دول كده كتير اصلا، ممكن تعمليها وتخزنيها في الفريزر عندك، او فار من الفول الناشف. انا عايزه اوريكم هي عامله بس ازاي. شايفين اهي، ولا ماسكه في الطاسه ولا حاجه، ولا طلعت حتى في الزيت حاجه. شايفين الزيت؟ يعني بصوا دي لسه بيضه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها والله. حته عجينه تستاهل بقها. اما تيجي بقى تطلعيها من الفريزر تقليها، تحط لها رشه بيكنج باودر بسيطه، ولو عندك شويه نشا بس. وطبعا بتزودي لها ملح، لان احنا مش حاطين لها ملح كتير عشان هتتشرب في الفريزر. اهي شوفوا انا لسه قلبها قدامكم اهي، شايفينها مش ماسكه ولا حاجه اهي. يعني حته عجينه كده لوز اللوز. خلصها كده. هي المفروض كانت عايزه سمسم والله، بس انا للاسف مخلصه سمسم. اهي طلع فيها اهي. انا عايزه اوريكم الزيت ونضافه الزيت، بس خلي دي شويه. عايزه اوريكم الزيت ونضافه الزيت. انا حطيت تاني. شايفين الجمال؟ بصوا الزيت بقى، بصوا في الطاسه، يعني هو الزيت ما شربتش زيت اصلا. شايفين الزيت؟ يعني انا حطيت تاني، حطيت فلافل تاني. ايه رايكم؟ بالله عليكم انتوا هتشتروا الفلافلايه بالحجم ده من بره وبالطعم وبالريحه اللي انا شماها دي من بره؟ بصوا بصوا، يعني انا فيها الشوكه اهي. بصوا والله احلى طعم. شويه فلافل مش عايزين الا شويه مخلل كده جنبهم، وحته خصايه وعيش، ونقعد ناكل بقى بالهنا والشفا. شايفين الزيت اهو؟ يعني انا هقلي مكانه بطاطس. شايفين نضيف ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله. خلصنا كده، عدد بس كده بقى عشان نتغدى او نفطر. خلصنا كده، ايه رأيكم؟ والله شوية طعمية او فلافل. بصوا 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 بصوا. واحدة كمان. بصوا بصوا عاملة ازاي اهي. يعني بصوا من غير اي حاجة نفشت لوحدها. هي عشان فول اخضر اهي. بصوا بقى انا بعمل ايه. انا بحب اعمل كده لما بشتري من عند بتاع الفلافل، بقول له حط لي كمون من اللي انت بتعمله اهي، الشطه على الملح. وبحب اروح عامله كده. جبنا محل الفلافل في البيت عندنا. ايه رايكم؟ شايفين الطعميه عامله ازاي؟ مستويه وجميله وما شربتش زيت اصلا. الصينيه دي حكايه لوحدها، مع حته المخلله اللي احنا عاملينها في البيت، مع الطماطمايه، مع قرن الفلفل الحامي ده. وانا عامله فول كالعاده، انا مدمسه فول مولعه عليه في البيت اهو، وخصيتين، والعيش. جبنا العيش اروح عامله كده وكده وكده.
حتة فلفلاية، ده حامي اهو، انا بحب الفلفل الحامي مع الطعمية، وحتة مخللاية، واحلى سندوتش. اتفضلوا معانا، قولوا بالهنا والشفا وجربوها، والله موفرة موفرة موفرة. الفلافل دي موفرة، لو مش موفرة مش هقول لكم اعملوها. ايه رأيكم؟ بألف هنا وشفا للجميع. التعليقات بتاعتكم واللايكات، وحبايبنا اللي بيشتركوا لنا وبيدخلوا لنا جداد منورينا والله، وتعليقاتكم بتفرحني بتفرحني بتفرحني، اخواتي وحبايبي، بحبكم في الله.